السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم معايا في قناة إبداعات ليلى، فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفات الطبخ. كنتمنى هاد الفيديو ديال اليوم يلقاكم كلكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة وبأحسن الأحوال يا ربي. الوصفة ديال اليوم إن شاء الله ممكن تحضروها للفطور للغدا، وعلاش لا ممكن تحضروها حتى للعشاء. يعني الانسان كيحير اشنو يوجد، يعني بحال هاد الوصفه اللي سهله وبسيطه وفي متناول الجميع، ممكن تحضروها في واحد الوقت اللي هو قليل جدا. ما تنسونيش في اللايك والبارطاج الفيديو. الا كنتو اول مره كتشاهدوا القناه وعجبكم المحتوى ديالها، اشتركوا فيها وفعلوا الجرس باش يوصل لكم كل جديد القناه. غندوز معكم مباشره لطريقه التحضير. غادي نوضع ربع كاس ديال زيت الزيتون في الطاجين اللي غادي نديرو فوق من الفاخر. ممكن ديروه نتوما على البوطه، انا فضلت نطيب على الفاخر. غنضيف واحد 2 وريقات ديال سيدنا موسى وجوج فصوص ديال الثومه مقطعين وحبه بصله مقطعه مكعبات. غنوضعهم فوق من الطاجين يتشحروا، ونمشي نقطع معاكم المطيشه اللي المهم مطيشه اللي نقيتها من قبل. المهم الطريقه ديال المطيشه باش ما تضيعش، ممكن تغليو الماء وتخويوها تخويو عليها الماء واحد الدقيقه، وكتحيدوا غير ديك القشره الفوقانيه ديالها، يعني كتقشر بسهوله وما كتضيعش. صافي كنضيف المطيشه على البصله اللي وضعت تشحر. المهم غادي نحرك ديك البصله كما كتلاحظوا معايا راها تشحرات، وكنضيف المطيشه على هاد الشكل. صافي غادي نخلي المطيشه تشحر، وغادي نرجع معكم باش نكملوا الوصفه. من بعد ما المطيشه بدات كطيب، يعني كيف ما كنعرفوا ان المطيشه ما كتستغرقش بزاف ديال الطياب. صافي بدات كتنزل وكتطلق داك الماء. غادي نضيف ليها 100 غرام ديال الزيتون خضر مقطع بالعظم. صافي غنخلي هاد المكونات كيطيبوا، وغادي نمشي نقطع المعدنوس. المهم انا المعدنوس وجدته دابا باش غادي غير نزين به الوصفه ديالنا. صافي غادي نقطع المعدنوس مزيان ونخليه على جنب حتى نرجع ليه من بعد، ونمشي نرجع للطاجين. غنضيف التوابل، راس معلقه ديال الابزار ومعلقه صغيره ديال الخرقوم. صافي هادو هما التوابل اللي كندير في هاد الطاجين اليوم ديال البيض ومطيشه. واللي غندير واحد المكون كيف ما كتلاحظوا معايا هو الخليع، اللي غيعطيه واحد المذاق اللي رائع جدا. جربوا الخليع مع البيض ومطيشه، راه كيجي رائع في المذاق. صافي غادي نحرك الطاجين ديالي مزيان، المهم غنخليه يتشحر مزيان حتى تينشف من داك الماء. من بعد عاد غنضيف المعدنوس. كيف ذكرت معكم المعدنوس راه درتو غير للتزيين، وكنضيف البيض. المهم البيض اختياري، ممكن تخفقوه هكا تحركوه مع بعضيات وديروه، ولا ديروه هكا بيضه بيضه حدا في القلب ديال الطاجين. المهم انا نفضل ندير هاد الطريقه. صافي غادي نوضع البيض على هاد الشكل، وكيف ما تنعرفوا ان البيض ما خاصوش يطيب مزيان، يعني غادي نغطي على البيض تقريبا واحد 2 دقائق حتى صافي يشد راسو غير شويه. ومن بعد كنحيد الطاجين ديالي من فوق من العافيه. كيف ما كتلاحظوا معايا حصلت عليه على هذا الشكل كما شفتوا، راه باقي البيض طري يعني ما طابش مزيان. وصافي هذه هي الوصفه ديالي ديال اليوم. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، ولا جربتوها تاكلوها بالصحه والراحه. واحد الملاحظه، انا ما درتش الملحه لحقاش الزيتون مالح والخليع مالح، نسيت ما قلتهاش لكم في اول الوصفه.
ما تنسونيش في اللايك والبارطاج الفيديو. ولا كنتو اول مره كتشاهدوا القناه وعجبكم المحتوى ديالها، شاركوا فيها وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد القناه. وكنضرب لكم موعد الى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.